القرارات المتوقعة في أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر. الحكاية بدأت سنة 2003. الزمالك خد الأرض ب50 جنيه للمتر بإجمالي الأرض 28 مليون، وطبعا طبقا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المفروض ان انت تكون ملتزم بجدول زمني تخلص فيه أعمال الإنشاء، ولكن الزمالك ما عملش حاجة. وفي 2021 الأرض كانت هتتسحب منه لولا توصيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المشروعات الرياضية اللي كان من ضمنها نادي الزمالك. خد مهلة لحد 2023 وما عملش حاجة برضه. وفي 2024 الزمالك راح كتب على نفسه التعهدات والضمانات المطلوبة ان هيخلص كل اعمال الانشاء في سنتين، يعني تخلص 2026. وبعد سنة الجهاز راح يبص على الانشاءات اللي خلصت، لقى مفيش اي حاجة اتعملت. ومش معقول ان انت هتلحق تخلص كل الاعمال في سنة واحدة اللي هي فاضلة من المهلة. الارض دلوقتي بقت ملك الدولة، ولو الزمالك عايز الارض هيشتري بالسعر الجديد 4.5 مليون جنيه، او حل تاني قرار رئاسي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.